لا تستطيع إلا أن تقول عنها إنها امرأة ب100 رجل. أم صلاح مسؤولة السائقين في معمل غاز الديوانية، تقوم بكل الأعمال الشاقة داخل المصنع، ومنها قيادة الرافعات وتصليح الآليات العاطلة عن العمل، والقيام بأعمال لحام الحديد وسد النقص الحاصل في السائقين. كسرت كل القيود اللي هي يعتبرون المرأة ضعيفة، لا بالعكس، المرأة تساند الرجل بأعماله وما يهمها أي شيء. وأنا يعني أحاكي كل النساء العراقيات أني عملا مثل ما أنا أعمل. ظروف الحرب التي خاضها العراق مع إيران في ثمانينيات القرن الماضي، ولكون زوجها عسكريا أجبرها على العمل بهذا المكان ذي الروائح الأشد كرها للنساء كي تعين عائلتها، لكنها أكملت المهمة وتدرجت في سلم الوظيفة لتكون مسؤولة عن الرجال ومطالبة بحقوقهم، مما حدا بهم إلى تسميتها بالمرأة الحديدية. وهي مثال للمرأة العراقية الحقيقية اللي جمعت بين البيت والعمل في دائرتها، لأن هذا العمل صعب وشاق عليها. امرأة كفوة جدا يعني، يعني ما نستغنى عنها بكل شيء، وهاي نفتخر بها في معمل غاز الديوانية. الأهالي في الديوانية يتمنون امرأة بمواصفات أم صلاح كممثلة لهم في البرلمان العراقي، بعدما عجز ممثلوهم عن تحقيقها لهم. من الديوانية شاكر عواد، العربية.